تمرين مهم قوي وقت الخناق مع شريك حياتي. التمرين ده اسمه تمرين الاستراحة. تمرين الاستراحة ده بستخدمه لما احس ان الارم الخناقة بدأ يظهر، وان بالفعل مشاعري من جوه بدأت تسخن وتتشحن، وكذلك عند الطرف التاني. فخلاص احنا هنا في مرحلة ان الخناقة هتبدأ تولع شوية والامور هتتصاعد. محتاج هنا اطلب من شريك حياتي في اللقطة دي استراحة. الاستراحة دي برضو بناخدها في وقت ما يقلش عن 30 دقيقة. بناخد فيها الوقت ده عشان نهدي نفسنا، ننظم نفسنا اكتر، ونرجع نتكلم تاني، سواء كان بعد نص ساعة او في نهاية اليوم. بس اهم حاجة هنا ان احنا نكون متفقين ان احنا نرجع نتكلم تاني بس بشكل اهدى. تمرين الاستراحة ده نعمله ازاي؟ بشكل بسيط جدا. التمرين ده بيتكون من 3 خطوات. اول خطوة خالص ان انا بطلب من شريكي ان انا محتاج استريح واهدى عشان اعرف اتكلم معاك واسمعك بشكل كويس. طبعا الطريقة اللي بتكلم بيها مع شريكي هتفرق جدا. مهم جدا ان احنا مش بنتجاهل، مش بننسحب بدون تفسير، ده بيبوظ العلاقة اكتر. حاجة مهمة كمان في وقت الراحة ان احنا ما نعملش اي اكتيفيتي او نشاط مع شريكي في الفترة دي، لان احنا بالنسبة لبعض دلوقتي تريجر ان احنا ممكن نسخن الدنيا اكتر ونبوظ الدنيا اكتر. حاجة كمان مهمة اني مركزش في المشكلة والخناقة اللي حصلت. محتاج الوقت ده ان اعمل اي ديستراكشن او ان انا اعمل الهاء للحاجة دي، افرغ مشاعري بالكتابة في فويس نوت او انا حاسس بايه. ان شاء الله اروح اخد شاور دافي بارد يغير درجة الحرارة، يخليني اطلع من الحالة اللي انا فيها. ممكن امارس حتى تمرين التنفس بشكل هادي، بريث ان، واكتم الهواء شويه جوه نفسي ساعه كام ثانيه، 2 3 واخرجه برضو بريث اوت بالراحه في 3 4 5 ثواني. ده هيهدي الدنيا شويه. الخطوه الثانيه ان انا اكون محتاج اتفق ان احنا نرجع نتكلم تاني بعد ما نكون هدينا. ثالث خطوه لما احس ان احنا هدينا شويه من اللقطة اللي حصلت دي، سواء كان بعديها بنص ساعة في نهاية اليوم، نرجع واحد من الشريكين يبادر يقول أنا حاسس إن إحنا أهدى دلوقتي، نفتح الموضوع تاني. هنا الموضوع بيتفتح بشكل أكتر استقرار من الأول، وكمان النتائج بتاعته بتطلع بشكل أحسن ما كانت هتبدأ في الشكل الأولاني بتاعها. لو عايز تعرف أكتر عن مشاكل العلاقات وحلولها تابعني. أنا مصطفى عماد، ريليشنشيب كوتش.